انا النهارده عايز الطالب ده مش اعلمه انه يبقى ماهر فقط، لا انا عايز اعلمه انه يبقى مسؤول كمان، يبقى مسؤول معايا في المنشأة الصناعية اللي فيها دي، يبقى جزء إيجابي فيها، ما يبقاش كل هدفه إن أنا أقول مرتبي فقط، لا، مرتبي بالدور اللي هقوم بيه عشان أنجح المنشأة ديت. ده كلام لازم تهتموا بيه، لأن دي مشكلة في بناء الشخصية، في بناء الشخصية بتاعتنا في مصر. وإلا ما كانش النهاردة تبقى في شركات كتيرة موجودة في البلد. الشركات ده أنا بتكلم عن القطاع العام، ما بتحققش أرباح، والناس تقول لك ادينا حوافز. لو هو مدرك كويس قوي ان انا بجيب له الحوافز دي من دم بلده، من دم بلده، وبديها له عشان اسكته، ما كانش يعمل كده. كان يبقى همه ان هو قاعد في المصنع اللي شغال فيه ازاي يشتغل، ولو ما اشتغلش يقول للمدير بتاعه انا ما بشتغل.